السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كالعادة لازم اجيب مؤثر من المؤثرين في بودكاست نيلي وحكايات الدايت، لان انا بما اني في السوشيال ميديا فيلد بقى فعارفة تأثير الناس دي على المتابعين، خصوصا بقى بما ان انا رسالتي ان انا اهدف انه انشر الوعي ما بين المراهقين والسن الصغير. فالمؤثرين اللي بيأثروا على هذا السن بالنسبة لي تارجت او هدف مهم جدا. من الناس اللطيفة جدا 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 المؤثرة على السوشيال ميديا عليا أنا شخصيا، ويمكن أنا عرفته من ابني وابني في سن مراهقة، هو زياد. ازيك؟ اهلا بيك، عامله أخبارك ايه؟ ايه؟ كويس الحمد ايه اللي لله. انت عامله يا زياد على السوشيال؟ عامل ايه؟ زيادة. انا هقول لك الاول، عرفنا بنفسك كده بالتفصيل، وقول لي انت اسمك ايه، اوكي الدراسة، احكي لي كده عن نفسك شوية. ماشي. انا زياد الحضري، في اسنان، كليه اسنان اخر سنه خلاص. اسكندرية؟ في انت اسكندريه. اصلا اسكندراني؟ اصلي احسن اسكندراني، ناس. ايوه. تمام. بس وبشتغل في نفس الوقت في السوشيال ميديا، انا كونتنت كريتور. بعمل كونتنت مختلف جدا، بسافر، بطبخ، بدي ادفايسز، حاجات اتعلمتها من اهلي. بس موستلي الكونتنت بتاعي بيزد على الحاجات اللي انا اتعلمتها في حياتي وبنشرها بقى، اللي هو عاجبني بقى التعبير بتاع بشتغل سوشيال ميديا، انت يعني. قلت كده. ايوه، it's part of my job دلوقتي، يعني يعني. شغل. آه مش عارف، انا مش ساعات باخده انه مش باخده ان هو شغل بالظبط، بس مور اوف اللي هو كده، يعني it's part of my life. انا حاجه بحبها، يعني انا طول مم. عمري. انا في الاول احكي لك حاجه بسيطه كده عني. انا في الاول I was into social media قوي، اللي هو مش as a content creator، كنت into editing، كنت بقعد اعمل فيديوهات وفوتوشوب والحاجات دي كلها. وبعدين في 2006 انا بدات شغل من وانا عندي 15 سنه. مم. في 2015 كنت بقعد اعمل فيديو صور كده على الانترنت واعمل لها بفوتوشوب. وما كانش حتى فوتوشوب، كان برنامج كده اسمه بيكس ارت، كان لسه طالع محدش عارفه. وانا قعدت اعمل عليه اديت كده وانزلها على السوشيال ميديا. كذا صوره طلعوا ترندنج وما اعرفش ايه، لقيت شركات ماركتنج بتكلمني. وجي بي هاديه غالب كلمتني، كانت عندها ايجنسي اسمها جي بي اتش، ولحد دلوقتي عندها الايجنسي دي. كلمتني قالت لي انا عايزاك تشتغل معايا في الايجنسي. فانا اللي هو ايه ده، كان عندي 15 سنه لسه، اصلا بروح المدرسه امتحن عربي ودين وحاجات كده. ف في امل يعني فانا اللي للمراهقين اللي هو بيسمعوك اللي عندهم 15 14 سنه. ايوه بالظبط كده، ده مم. اللي انا اصلا عايز اقوله. بس بعدين انا رحت، انا اي بليفد ان ماي سيلف قوي، لان ساعتها كل اللي حواليا كانوا بيقعدوا يقولوا لي يا عم انت بتفهم ايه في السوشيال ميديا واديتنج وما اعرفش ايه، ده انت بقالك اسبوع. انا بجد كان بقالي اسبوعين، وفجاه لقيت جوب اوبورتونيتي يعني طالعه لي. كنت موهوب مثلا، الموضوع ده بالنسبه لك كان حاجه انت بتفكر فيها او بتستعد لها، او انت شايف ان هي ممكن تكون سكيل عندك فلما اشتغلتها ابدعت؟ ما احنا برضو عايزين نحط expectations او توقعات منطقيه للي بيشوفك. هي حاجه كنت دايما، انا كنت طول عمري بحب الرسم والحاجات دي، يعني الارت والكرافتس وكده. بعدين لما اكتشفت حاجه جديده، فحسيت ان انا وعملت ستايل جديد في الاديتنج، كنت عامل طريقه الكولاج وكانت ساعتها ترندنج قوي مم. وحاجه جديده كده. فهي اتس اول اباوت فايندينج الحاجه اللي الماركت عايزها، لان انا في الوقت ده كنت بعمل حاجه ما حدش غيري بيعملها، فهو كنت ده. قاصد؟ ساعتها الصراحه ما كنتش قاصد، بس اللي علمني مع الوقت ان لا، دي كانت حاجه مهمه جدا، لان هو ده اللي خلاني. انا كنت ساعتها اقول طب ايه اللي خلى شركات زي دي تكلمني؟ بعد كذا سنه اكتشفت ان انا كنت بعمل حاجه مختلفه. اه، لان لايقه على الحاجه احتياج السوق وقتها. بالظبط، شوف السوق كان محتاج ايه، وانا اي اوفرت حاجه مختلفه، فساعتها الناس كلموني. بس هما لو انا كنت بعمل حاجه، لان في ناس مثلا بتعمل اديتنج رهيب جدا، بس عادي، كل الناس شبه ناس كتيره قوي، يقول لك طب انا مش لاقي جوب اوبورتونيتي، مش عارف ما اعرفش ايه. طب انت مش بتعمل حاجه ميك يو ستاند اوت، او بتخليك تطلع مختلف. مختلفه. امم. بالظبط. طب يعني انا دلوقتي لقيت نفسي في الاديتنج وابتدت الايجنتس تكلمني وبتاع، انا ايه اللي يخليني بقى اسيب حاجه انا تميزت فيها واخش بقى في قصه السوشيال ميديا؟ هقول لك ليه انا بسالك السؤال ده، لان السوشيال ميديا اسأليني. عايزه كوميتمنت، عايزه حد بيشتغلها زي ما انت قلت على فكره. يعني جزء من حياته ويومه بيفكر هو المفروض يقدم ايه للمتابعين، صح. لانه بقى مؤثر. فليه ما كملتش في طريق الاديتنج فقط يعني؟ انا كان دايما حد من صحابي بيقول لي جمله، بس انا مش مقتنع بيها خالص، اللي هي الشخص اللي بيعمل مليون حاجه بيتوه ومش بيبقى ناجح في اي حاجه. انا اقتناعي مختلف تماما، انا اقتناعي ان انا اجرب مليون حاجه لحد ما الاقي حاجه هي اللي تعجبني، يعني اغلط، لان انا في السن بتاعي ده كان عندي ساعتها 15 سنه. كان عندي اريحيه ان انا اغلط مليون. لحد دلوقتي انا عندي 23 سنه، I still believe ان اغلط واجرب واتعلم. عكس في ناس مثلا اللي هو طب خلاص انا دخلت الكليه دي معناها ان هو ده بقى مستقبلي النهائي وما اعرفش ايه وحاجه مش بحبها. لا مم. جرب. وانا ساعتها كنت بجرب مليون حاجه، جربت فيديو اديتنج، افتر افكتس، فوتوشوب، ما اعرفش ايه. كذا حد كان يقول لي مثلا بتعرف برنامج كذا؟ بعرف. وانا اصلا كنتش بعرف قوي، بس بقعد على اتعلم على يوتيوب وما اعرفش ايه.
واللي هو في مثل كده ممكن يبان controversial شويه او ممكن ما يعجبش بعض الناس، بس هي انا ببليف في مثل كده اسمه fake it till you make it، جوه دماغك مش لبره. بمعنى ايه؟ ان انا بقنع نفسي انا احسن اديتور في العالم. لما في ناس مثلا كان يقعد يقول لي فوتوشوب ده صعب جدا، اوعى تقرب له، ده برنامج مش هتعرف تشتغل عليه، انا كنت بقنع نفسي لا والله ده هعرف، انا هفتح يوتيوب وهتعلم لحد ما انا عمري ما خدت كورس في اي حاجه من الحاجات دي، كنت كله يوتيوب واقعد ادور واشوف وما اعرفش ايه، كل ما احتاج حاجه اعملها لحد ما كنت بطلع يعني. او في ظرف شهرين 3 كنت باشتغل مع براندز كبيره زي براون سيلكابيل، كنت عامل لهم كامبين مثلا. فمين كان يصدق ان واحد عنده 15 سنه شغال كامبين طب لبراون 15 سيلكابيل؟ سنة ده انت المفروض بقى ملهي في دراستك وفي في الضغوطات اللي حواليك كمراهق بقى، والبير بريشر والناس بقى يعني المفروض ان انت يعني كثير من الولاد اللي في السن ده ما بيبقاش في دماغهم ان هم يعملوا حاجة productive او فيها يعني انا مش مضطر اعمل ده، انا ما انا بشتغل طالب، ايه اللي يخليني افكر ان انا اعمل حاجة زي كده؟ I get you. انا هحكي لك قصه كده بسيطه، دايما حكيتها كتير قوي على السوشيال ميديا، بس بجد دي اهم قصه حصلت في حياتي. انا كنت طول عمري طالب شاطر وبجيب درجات حلوه ودايما بطلع من الاوائل وبتكرم وما اعرفش ايه. جت اولى ثانوي انا كنت IG، جبت درجات جديده على المدرسه بجد، جبت اكس ويو ودرجات كده بجد، انا جبت يو بجد، كانت المدرسه في ولا ايه ايه؟ ده، والاكس ده تاني ايه في اللي بيبر جرالك؟ ما حضرتهاش فاللي هو I fell down جدا، اللي هو قعدت مع نفسي كده اللي هو ايه اللي انا فيه ده وما اعرفش ايه. انا والناس كلها بجد جت، انا كان وانا عندي 5 سنين حلمي ان انا اخش كليه اسنان. يعني انا فاكر عيد ميلادي كان عندي 5 سنين، قلت بابايا انا عايز كرسي دكتور سنان، هي دي هديه عيد ميلادي. طبعا ما جابهاليش وقعدت اعمل غم وهوسه يعني. فالمهم كله جه قعد يقول لي لا انت مش هتعرف تخش طب وخلاص وانسى الحلم ده وشوف لك كليه تانية وما اعرفش ايه. انا الفتره دي بقى اخدته عناد مع نفسي. انا في مدرس بجد عمري ما هنسى الجمله دي، جه قال لي هو قال لي سيب IG حول طبعا. وشوف حاجه سهله. فقلت له لا، قال لي طب يبقى تف على وشي اما عرفت تخش اسنان. انا بجد اللي هو اليوم اللي خدت فيه النتيجه اللي هو اهلا بيك. فاخدت لنفسي I know it sound كليشيه قوي بس بجد دي الحقيقه، اخدت لنفسي تحدي، قلت لا انا هغير نفسي 100%، لان انا كانت اولى ثانوي دي مكرسها المذاكره وبس، وقاعد على الكتاب مش بعمل اي طب ايه حاجه اللي جرى؟ غيرها. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي خلاك تجيب درجات مش كويسة؟ ما اعرفش، هو ممكن كنت بذاكر غلط، كان مفهومي للمذاكره كان غلط، انا كنت مش بعمل اي حاجه في حياتي غير المذاكره. فجالي فتيج على اخر السنه، ما بقيتش قادر اذاكر، ارهقت. واكتشفت ان كان دايما الناس تقول لك لا ده انت تعمل ايام ثانويه عامه مثلا ذاكر بس عشان تبقى مفضي للمذاكره. انا اكتشفت ان ده غلط خالص، لان انا لما اقعد اذاكر بس هاجي على شهر 6 ولا قبل الامتحانات خلاص حصل لي الفتيج، تعبت مش قادر. عكس السنه اللي بعديها بقى قلت لا طب خلاص انا هغير كل ده، بقيت اروح الجيم، اتمرنت، بقيت اشتغل، كنت بشتغل في القاهره كل يوم بروح وبرجع وفي نفس الوقت بذاكر. لما بلهي نفسي في مليون حاجه وبحط زي هدف او تارجت لنفسي، ساعتها هو ده اللي بيبوش مي ان انا يعني اعمل انت يا حاجه. زياد اللي بتتعلم من اخطائك وبتطور لنفسك، ولا عندك جايد، عندك حد بيرشدك؟ يعني انت برضو سنك صغير على انك تعرف ايه كانت مشاكلك وتحاول تحلها بطريقه عكسيه. انت بتقول انا كنت مكرس حياتي للمذاكره واكتشفت ان ده غلط فابتديت اعمل. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام ليدر، حد عارف هو بيعمل ايه. فهل انت شايف انه دي حاجه سهله في سن 15 سنه؟ هو اللي خلاني اتعلم الحاجات دي ان انا كنت بجرب. يعني انا اللي هو مثلا جالي جوب اوبورتونيتي وانا اللي هو طب يا لهوي ده انا عندي مذاكره اعمل ايه، بس قلت خلاص هجرب هشوف. طب اول اسبوع اتزنقت شويه مش عارف اذاكر، انا محتاس ما اعرفش ايه، طب الاسبوع اللي بعده ابتديت انظم وقتي فبقى عندي شويه وقت زياده، طب ما والله طب ما اروح الجيم مثلا. بعديها الاسبوع ده بتزنق ومش عارف اعمل ايه، بعدين الاسبوع اللي بعده الاقي مثلا بقى عندي وقت زياده، لان هي it comes by practice. الناس بتفتكر ان في جمله كده you will never find time you have to make time، دايما اللي بالظبط. هو انا هستنى لما الوقت يبقى حلو. لا مفيش وقت حلو الناس اللي من مهما بره بقى حصل. اللي ما عندهمش السكيل او المهاره دي بيفتكروك بتقول اي كلام او بتهجس عشان تبقى سوشيال ميدياوي يعني. بجد ايوه في ناس لان بتقعد هما ما تقول لي عندهمش انت القدره. اي صح، واللي مم. هو ده انت كلام سينمائي جدا وما مم. اعرفش ايه، واللي مم. هو من جبت درجات وحشه بعدين عارفه قصه النجاح اللي هو كنت فاشل وبيدوسوا عليا فجاه بقيت رئيس العالم. بس هي بجد it comes like this، اللي هو قرار بتاخده مع نفسك، لا انا هغير من نفسي اللي انا بعمله ده غلط. one decision هو بس، وكوميتمنت مع نفسك. لان وكمان انا اقتنعت بحاجه، كنت زمان بقعد اجيب زي فيك بروميسز الكلام مع نفسي من جوه مهم جدا على فكره. لان زمان كنت بقعد ادي بروميسز لنفسي اللي هو انا هذاكر 10 شابتر مثلا، ودي حاجه اصلا فوق طاقتي. طب فما ذاكرش ال10، ذاكر 5، ساعتها اقعد اقول لنفسي تحبط. ده انا مش كويس ومش عارف اذاكر وما الستاندردز، اعرفش المعيار بقى ايه. اللي انت بتقيم بيه ادائك قللته بالظبط. وبقيت تجرب كل حاجه.
وده بقى هدفي في كل حاجه في الحياه، اللي انا بحط لنفسي ستاندرد عارف ان انا اي كان اتشيف ات. يعني حتى مثلا من فتره جالي مشاكل في حياتي، كان عندي ثايرويد فيها مشكله كبيره جدا، وزدت وزن رهيب. ايوه زدت بجد. دخلني في الموضوع بقى. زدت مثلا زدت حوالي 20 كيلو مثلا اكتشفت بزياده الوزن المشكله في الغده؟ يعني الاول زدت هو وزنك وبعد كده اكتشفت المشكله؟ جالي فتره انا كنت اكتف جدا وبسافر والدنيا تمام جدا، فجاه في شهرين كده حسيت ان انا بقيتش قادر اقوم من على السرير، مش قادر انزل، معرفش ايه، مش قادر اعمل اي حاجه، ووزني عمال يزيد ومش باكل زياده. يعني انا باكل اكلي طبيعي خالص وعمال ازيد في الوزن، وانا اللي هو عمال افكر في كل حاجه الا ثايرويد. جالي كميه افكار، يمكن انا مش بنزل، مش بروح الجيم، مش معرفش سنك ايه، ولا مش ولا هو كومن في الميلز او في الولاد في السن ده. صح. ومحدش حواليا عنده الثايرويد، فما كانش حاجه على بالي نهائي خالص. فانا اللي هو مش عارف اعمل ايه. فالمهم رحت للدكتور، فقلت له انا رحت الاول للدكتور تغذيه، قعد يقول لي احنا محتاجين قال لك نخس ايه؟ ومعرفش ايه، وقعد يكتب لي ربع فرخه وحاجات كده. فضلت ماشي عليها برضو مش بخس. قعد يقول لي انت مش ما عملش بتلتزم. تحاليل؟ لا، بس هو قعد يقول لي انت مش بتلتزم وما بتاكلش صح وما اعرفش ايه. وانا بجد والله ما كنت باكل صح، ما كنتش باكل حاجه غلط. كان بجد اللي هو طب انا بعمل ايه غلط؟ يفضحتنا. فالمهم رحت للدكتور تاني بطنه ساعتها، لان كان ساعتها عندي مشاكل في بطني وانترنال. بعدين حللنا لقينا عندي ثايرويد كانت مش موجوده خمول. نهائي يعني خلاص it's not working at all. فساعتها كنت محبط جدا بقى، واللي هو وزني زايد وما اعرفش ايه. وبعدين اللي هو ابتديت اخد الدواء واتعالج. ساعتها برضو مشيت على نفس المبدأ اللي كنت بتكلم عليه من شويه، ان انا حطيت جولز لنفسي بسيطه، اللي هو مثلا كل شهر انا عايز اخس 2 كيلو ما اعرفش ايه. لان انا في الاول قلت ده انا هخس 10 كيلو في شهر وهدمر الدنيا. بعدين اكتشفت لا خلاص take it easy on myself، الدنيا هتمشي. انا بجد التوكمي كنت عايش حياتي عادي خالص. فجأة بجد مثلا بعد سنتين مثلا اللي هو بصيت في المرايه، ايه ده يا زياد، ده انت خسيت. ايه ده، انت ما وزنتش خلال السنتين؟ ما كنتش بوزن بس كنت ملتزم. مول بايه؟ ملتزم بسيستم في حياتي كده. اللي هو غششنا. هقول لك انا عامل دايت لنفسي غريب جدا. ايوه ما انت هتدخلني. ايوه غششنا. بس هو انا مسميه كده، بس هو ممكن يعني اسم مش حلو، بس هنقول هو زياد اسمه دايت. لا انا مسميه دايت تأنيب الضمير. بمعنى ايه؟ هقول لك مش بتفهميه غلط، بس هو بجد حلو. هو مثلا ليتس سي انا النهارده الصبح اكلت دونتس مثلا، انا كان نفسي في دونتس ماشي، فهاكل دونت. بس مثلا اجي مش الصبح، عشان الصبح ما ينفعش اكل سكريات، انا ماشي بالمبدأ ده برضه عشان بيبوظ. ده المعلومه دي جبتها منين؟ لا ما احنا لا احنا مش هنتناقش بقى. من حاجه معينه. انت دلوقتي واحد عندك ميديكال باك جراوند، أيوة واحد الشوجر ايوه هقول لك بتفهم في الدراسات صح. وكثير من دكاتره الاسنان حاليا دخلوا في مجال التغذيه وبينصحوا الناس بضراوه يعني. أيوة برغم أيوة. ان هم ممكن ما يكونوش متخصصين، ولكن عندهم قدره في قراءه الابحاث، واحنا الحته دي هنتكلم عنها. أيوة. فهي بتقرا البحث وتطلع ايه، تعرضه على الناس وتقول لهم ان هو ده الصح. أيوة. حضرتك جبت معلومه انك ما ينفعش تاكل دونتس صباحا منين؟ هو مش ما ينفعش، انا بس بحس الشوجر كريفنجز الصبح بتخليني اي كريف شوجر طول اليوم. فهو انا كنت خلاص بقيت الصبح عشان ساعات كمان ساعتها ببقى صايم او طول الليل مش اكل، فبعدين خلاص انا I'll have a nice breakfast عشان ابدا يومي كده فريش. واللي هو دي حاجه كده مع نفسك، لما انت حسيت بدلالات جوه جسمك ان انت لما بتاخد سكر الصبح بيجي لك شوجر كريفنج، فانت هتغير ده. معنى الكلام ان انت بتسمع للي جسمك ده اللي بيقوله انا لك. كنت بحسه اللي هو مثلا لو let's say I had breakfast اكلت مثلا كيك، فهحس ان انا لا، طب انا لسه عايز اكل مثلا بيض وجبنه وطماطم، فكده هبقى اكلت الاثنين. واي لو اكلت الكيك مثلا بالليل ساعتها هاكلها وانام مثلا او خلاص. فالدايت هقول لك الدايت بتاعي بقى اللي هو مثلا انا اكلت الدونت دي في اي وقت في اليوم، خلاص انا اكلت النهارده حاجه وحشه في اليوم او حاجه مش فيها كالوريز كتيره قوي، ساعتها بقيت اليوم هلتزم هاكل مثلا سلطه، هاكل تونه، هاكل حاجات مشويه ما اعرفش ايه. مش بحرم نفسي من اي حاجه، بس اتس اول اباوت الكوانتيتيز. يعني عايز اكل ايس كريم مثلا هاخد اصغر واحده. لحد دلوقتي انا بعمل كده. مثلا لو حاجه فيها درينك فيه اوبشن ان هو يبقى فيه شوجر وفيه ما فيهوش، يعني حتى اخش مثلا ستاربكس اخش لا مش عايز سكر في الدرينك مثلا، عايز كذا. لان حاجات بسيطه قوي على العصير مثلا. العصير انا بحب اشرب عصير جدا، انا ممكن اعيش على العصير فريش ولا فريش. فدايما اخش الراجل اقول له هرينا على انستجرام طول النهار في الخلاط ده ما بيبطلش شغل في البيت. انت بتقول انك بتحب العصاير. ايوه بتشرب بقى عصاير ولا بتاكل فاكهه؟ الاثنين يعني بشرب فاكهه، بس انا بحب العصير دايما وانا في بره، بحب دايما اعمل عصير واشربه معايا طول اليوم. بس بحب ان مثلا حاجه بحس ان حاجات بسيطه قوي ممكن تفرق على المدى الطويل. هو الدايت بالنسبه لي مش ان انا عايز اخس في يوم او اتنين، لا دي حاجه ماشي عليها طول العمر.
فما ازهقش منها. فمثلا انا دلوقتي بقى عندي العصير من غير سكر نهائي، فبقت حاجه سستينبل عودت نفسك على انها كده. بالظبط ماشيه امم معايا. فما احسش ان مثلا لما هروح مثلا دكتور يقول لي اشرب عصير من غير سكر، ما احسش ان ده عقاب ليا، لا ده اصلا انا حاجه ماشي عليها طب ومبسوط انت ومكمل. تجربتك مع الدكتور الاولاني فشلت، هل رحت لدكاتره تغذيه او دايت بعد كده، بعد ما انت اتشخصت مريض غده درقيه او خمول غده درقيه وابتديت تاخد الدواء بتاعك، لجأت بقى لحد ولا انت لوحدك كده ابتديت على اللايف ستايل ده؟ رحت الاكشن في حياتي كلها لدكتورين. اه الدكتوره التانية مشيت معاها اسبوعين، جه على الاسبوع التالت قالت لي انت مش محتاج حد يتابع معاك، انت بس كمل عادي، استنتجت انت ازاي بقى وزنك مش وزنك مظبوط. وزنك؟ ايوه فمش محتاج دكتور. بس انت قلت لي ان انت كنت زايد 20 كيلو. ايوه بس ده كان بعديها مثلا ب6 شهور، كنت ساعتها ستيل وزني زايد. بس امم قالت لي يعني لا التزم، وانت بتتحرك كتير وبتنزل الكليه دي وكده، جميله قوي الدكتوره فمش دي. محتاج دكتور. فانا اللي هو طب خلاص كتر شكرا. خيرك. طيب انت دلوقتي اتكلمت في تعبيرين مهمين جدا جدا، انت يمكن مش مدرك ان هم تعبيرات علميه، ولكن انت تطبيقك ليهم نجحك. التعبير الاولاني حاجه اسمها intuitive eating، اللي هي التغذيه الحدسيه، وهي استجابه او رد فعلك او سلوكك للدلالات الداخليه، هرمونات الجوع والشبع، رد فعلك لاي نوع اكل. لما انت بتبقى مركز قوي، هو انا رد فعلي للدونتس الصبح ايه، هو انا رد فعلي لو فطرت بهاي بروتين بريكفاست ايه، اللي هو الفطار العالي البروتينات. فانك تسمع او تركز قوي مع اللي جسمك عايز يقوله لك، دي حاجه في منتهى الشطاره، بسم الله ما شاء الله. وهي دي اللي بتنجح اي حد عايز يعمل دايت، اللي زي ما انت بتقول كده ان هو ينجح على المدى الطويل. صح. الحاجه التانية بقى المهمه قوي المايندفول ايتنج، ان انت بتشغل عقلك قبل ما تاكل. ايوه يعني بتشوف اخد عصير ولا اخد فاكهه، اخد بسكر ولا اقلل السكر، اخدت الصبح دونت يبقى انا طول النهار ملتزم ان مش هاكل حاجه شايف ان هي ممكن تكون نوع من انواع الخروج بره السيستم. صح. دي حاجه يا ابني احنا بنشتغل، احنا التخصص بتاعنا قائم على ان احنا نوصل الحاله ان هي ايه توصل لده. فبرضه بسم الله ما شاء الله، يعني عشان انا مبهوره بيك، معجبه طب بصراحه. والله بسطتيني. ايوه يا حبيبي، ما هو دي الحقيقه. ايوه ازاي انت برضه، هو انت يمكن صبور، هو انت مؤمن بنفسك قوي او بقدراتك قوي، عندك ثقه في النفس عاليه؟ يعني قول لي ايه الحاجه اللي بتخليك مؤمن بافكارك او باللي انت بتحسه؟ في مثل انا مقتنع بيه جدا، هو امم اسمه 1% better. اللي امم هو انا مش هينفع اصحى، انا مش بقتنع بالناس اللي هو انا هصحى اعمل جدول وهغير حياتي بكره، انا هصحى انسان جديد وانا بني ادم مختلف وما اعرفش ايه. لا، في حاجه اسمها 1% better، اللي هو كل يوم هبقى احسن عن اليوم اللي قبله 1%. انا مثلا كنت زمان مش بصلي مثلا، امم ف هقول حاجة يعني مش دينية أو أي حاجة، بس أنا قلت لأ، طب خلاص أنا هبتدي مثلا أحاول ألتزم في الصلاة في البيت. بعد شوية طب لأ، أنا هصلي في الجامع على قد ما أقدر. بعد شوية بقيت رحت مثلا عملت عمرة من كام شهر لوحدي، كانت تجربة مثلا جميلة جدا بالنسبة لي. فهو ما ينفعش اخد الخطوة اللي هو مثلا عايز اغير حاجة في نفسي او عايز اعمل دايت او منع الاكل. التدرج في التغيير. انت بالظبط تنفع تدرس اداره على فكره، شاطر. التدرج في التغيير ده تشينج مانجمنت، يعني انت بالظبط شايف انه البيبي ستيبس او الخطوات الصغيره او التغييرات البسيطه بتوصلك في الاخر. صح. الموضوع بقى بيحتاج ايه؟ صبر، بيحتاج ايه؟ عشان هو ده يا حبيبي اللي احنا بنحاول نوصل الناس اللي بتعاني من السمنه او حتى النحافه ليه، انك اصبر، ما تستعجلش، ما ايوه تجريش ورا الترندات، ما تحاولش تخس 500 كيلو في شهر زي ما انت حاولت في الاول، او لقيت انه دي ستاندردز صح. عاليه. فده بيتطلب منك ايه؟ انك تصبر كده. هو بيتطلب موتيفيشن او اللي هو تحفيز من نفسي لنفسي، لان هقول لك حاجه، من اوقات كتير قوي جدا بنشوف على السوشيال ميديا، انا طول النهار بقعد على السوشيال ميديا واتفرج على فيديوهات وبشوف حاجات بجد ببقى اللي هو ايه اللي بيتقال ده، امم اللي هو المشروب السحري اللي هيخسسك 3 كيلو. ايه اسم مشروب مفيش حاجه اسمها كده، there's no magic، مفيش سحر في الدنيا. كل حاجه it's all about حاجات انا هشتغلها هما عشان بيلعبوا على يأس الناس يا حبيبي. بالظبط. اللي هو خلاص انا مش عايزه، انا مش عارف اخس، طب انا هشرب بقى الحلبه بالعصير، عصره ليمون وعليها زبادي. فهي دي بقى تخش تفتفت الدهون. مفيش حاجه اسمها كده، الدهون طب مش ما الناس بتجرب، ليه لا؟ يجرب، بس مش ده. مفيش حاجه اسمها مفيش الالتيميت سوليوشن، مفيش حاجه اسمها اللي هو مم. اعمل كذا هتنجح. كل زي ما كنا بتكلم من شويه ان انا لازم اجرب واشوف وايه اللي هفشل فيه وايه اللي هنجح فيه. الحياه مش كده. وبعدين الدايت ممكن يمشي مع حد، ممكن يمشي ما يمشيش مع حد تاني يعني يعني عشان نعمم نوع دايت. انا مقتنع لا تماما. يعني انا دلوقتي لو قلت لك ان الكيتو دايت هو اللي هيجيب من الاخر، ما مش تعمله. مقتنع بكده خالص، لان بشوف ناس مثلا بجد اعرفها اللي هو مثلا راح لدكتور تغذيه او دايت او دكتور اي حاجه تانية مثلا،
فالتاني ياخد منه الروشتة وانا همشي على الدواء وهمشي على النظام، اللي هو ايوه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اصل it doesn't work this way. في مم. بجد حتى مثلا مذاكره، انا مثلا طريقتي في المذاكره مختلفه تماما على ناس تانية. مثلا انا في الاول كنت مقتنع ان انا بقعد امسك الورق كده واقعد اقلب فيه ودي طريقه مذاكرتي. اكتشفت لا، انا مثلا visual thinker قوي، انا بحب مم. اشوف او اتخيل. فبقت طريقتي في المذاكره كلها عباره عن رسومات. انا بجد مثلا منهج الجراحه اللي قد كده عباره عن رسومات بالنسبه لي. يعني انت يعني ايمانك كبير بالاختلاف من البشر. بالظبط، مم. وكل واحد لازم يلاقي طريقته. ما ينفعش حد يطلع يقول دي الطريقة الصح للمذاكرة، دي الطريقة الصح للأكل، دي الطريقة الصح لعمل الكيك مثلا. طب ما انت في ناس بتعمل الكيك بالطريقة دي وفي ناس بتعملها بالطريقة دي وكله كيك. فاهمة مم. قصدي؟ مم. ما انا ينفيش. فاهمه قصدك، يا رب الناس تفهم. ما فيش اي لان انا بتضايق قوي من الطريقه اللي هي بتاعت هو ده الطريقه ما فيش طريقه واحده، في مم. انك تجرب وتشوف وممكن حد يجايد يو مثلا، دي حاجه بتبقى حلوه. بس at the end of the day لازم يبقى في موتيف من نفسك، لان لو ما فيش مم. لان في الاول انا كنت عامل الفيكتيم رول او رول الضحيه قوي ايام المدرسه لما جبت درجات وحشه. اصل انا ما حدش كان بيشجعني، ما حدش كان بيقول لي ذاكر، ما حدش كان ما اعرفش ايه. اكتشفت في الاخر ان بجد حاجه طف قوي ان انا اقولها، بس مفيش حد هيبقى مهتم بيك في الدنيا قد ما انت مهتم صح بنفسك. كده. يبقى سر نجاح زياد، ربنا يا رب يوفقك دايما، هو شكرا. السيلف ايفيكاسي، ان انا عارف ان انا ان شاء الله هقدر بالظبط. هقدر بقى ده في اي مجال، في اي حاجه، سواء كان بقى شغلي على السوشيال ميديا، هقدر كطبيب اسنان، هقدر كحد عايز يخس ويحافظ على صحته، هقدر ككونتنت كرييتور، هقدر. تقول ان انا هقدر، انت قلتها كده في النص وانت بتتكلم على الايديتنج، وتحاول وتبقى persistent وتحاول لحد ما توصل. صح. وهو ده اللي نجحك انك تخس 20 كيلو من غير ما تركز في ميزان ومن غير ما تركز في نوع دايت بعينه، اتظبطت بعض العادات واستمريت. بالظبط. صح كده؟ صح. انت جبت لي نهايه البودكاست في اوله. ايوه. طيب، تفتكر انا مستضيفاك النهارده ليه؟ احنا ولا اتفقنا على سكريبت ولا انا قلت لك هسالك على ايه، وانت ما شاء الله بكل اريحيه قلت لي ايوه طبعا اجي. ايوه. ايه علاقتك انت بيا وانت الكونتنت بتاعك ممكن يكون مثلا بيثير فضولي في ايه، او تفتكر انا استضفتك ليه وانت وافقت ليه؟ انا ممكن اقول لك انا ليه وافقت، بس ما اعرفش ليه طب ليه وافقت؟ استضفتيني. انا اول حاجه بحب البودكاست جدا، لان بحس اتس تايم ان كل واحد يشير الثوتس بتاعته ويسمع انا بحب جدا اسمع غيري يعني، بس احب اسمع البرسبكتيف بتاعت حد غيري. اي لاف كونفرزيشنز، انا اقعد مع حد بجد ونتكلم في امور الحياه. احلى حاجه ممكن تحصل في الحياه، لان ممكن بجد تقولي كلمه من غير قصدك تعلم معايا للابد مثلا. تبادل خبرات يعني. بالظبط كده، لان اللي احنا بنعمله اكشلي هو تبادل خبرات. صح. مثلا كان في حاجات انا لسه بقولها من شويه، قلت لي لا طب دي ليها اسس علميه اللي هي اسمها كذا كذا كذا، ممكن اخد كلمه ابقى اروح اقرا فيها اكتر، وتصدرها. فتحت لي باب مختلف تماما مثلا، او وتصدرها تؤثر بالظبط. بيها صح. على شباب بيتابعك او يعني ولاد ممكن صغيرين كلمه زي كده بيتابعوك. ساعتها ممكن افكر اقرا عنها اكتر، ساعتها اقدر اعمل عليها فيديو مثلا which is very يا nice ريت. مثلا. فحاجه لطيفه. بس انا ده الريزن، وبلس اي لاف يو جدا بجد، ربنا احب كل يخليك. انا بجد متابعك ما هو بقى انت بشكل. قلت لي ده انك بتابعني، فانا ايوه. استغربت، انت ما شاء الله لين ومش محتاج، بس قلت لي اهو دلوقتي في البودكاست ان انت عندك كان ايشو ريليتد للويت، صح. انك كان عندك مشكله مع الوزن وخمول الغده الدرقيه. تعرف انه الناس اللي بتصاب بخمول الغده الدرقيه دي ناس حساسه، انت ايموشنال بجد. وحساس. طبعا. ايوه. يعني شخصيات مش شرط تبقى، برغم ان انت ما شاء الله ستوري تيلر خطير، حد بيعرف يعبر كويس قوي، وبعدين شاطر قوي في زي ما انت قلت كده في الوسط الكلام في موضوع ان انت تو كاتش النيدز، هو اللي قدامي محتاج يسمع ايه فانا هسمعه له. ده واضح جدا على الكونتنت بتاعك، يمكن عشان انا اكبر شويه او عندي خبره في الحياه عنك شويه، فعارفه ان انت بتعمل ده حتى لو كان حاجه ريليتد لحياتك الشخصيه، بس في الاخر انت بتبقى عارف ان اللي قدامك حابب ان هو يسمع ده كنوع من انواع التشجيع، كنوع من انواع التسليه، كنوع من انواع واتيفر الغرض. بس ما شاء الله عليك شاطر في انك انت تختار انت بتقول ايه. فهي فكره ان اختيارك انت بتقول ايه دي حاجه تالنت رهيبه جدا، فانت ستوري تيلر شاطر قوي. فكره بقى ان انا ما كنتش اعرف اصلا ان انت عندك مشكله في الغده الدرقيه، انت دلوقتي فاجئتني. فانا كنت بقول لك ان الخمول الغده الدرقيه ده ماله بقى بيصيب دايما ليه كاتيجوري كده، طبعا هو استعداد جيني وراثي، هو مرض مناعي، بس هو بيظهر قوي عند الناس الحساسه او اللي هي بتكتم. انا بقول لك انت ستوري تيلر خطير، ولكن بيبقى في بعض المشاعر او بعض الحاجات اللي انا عايزه اعبر عنها محطوطه على جنب كده، مش ظاهره. بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟
مش قوي لا الصراحه، لان امم انا اكسبرسيف قوي امم يعني. لو في يوم متضايق جدا ممكن اعيط عادي طب انت وقدام صحابي حساس حتى. حساس ولا شخص مش بتتأثر قوي بالعوامل الخارجية بقى، المؤثرات لا الحياتية بتأثر جدا يعني، طيب ممكن لو حد من صحابي مثلا اتضايق تلاقيني قاعد جنبه تستهلك متضايق مشاعرك يعني. جدا. طيب دي ما حاجة هو ما فيا. هو دي من ايوه الصفات. صح. تمام. طيب انت يعني تفتكر، بما اني مش عارفه ان كان عندك مشكله غدد، ولا عارفه ان انت والله زدت 20 كيلو، ايوه انا مستضيفاك ليه؟ ايه اللي من الاخر في الكونتنت بتاعك مستفزني؟ انا نفسي مش عارف، لان بجد ساعات بقى اصلا بجد حاجه about me وفاني جدا. ساعات بتخض ان في ناس بتتفرج عليا، مش بهزر يعني. ساعات مثلا بنزل ستوريز مثلا بقول عملت فيها كذا، تاني يوم في الجامعه مثلا يقولوا لي هي البيتزا اللي انت اكلتها حلوه، واتخض اللي هو انتوا عرفتوا منين انا اكلت بيتزا. هم. بنسى بجد out of ان it's part of my life او ما اعرفش. انا بس بجد بعمل السوشيال ميديا كاني جزء من حياتي. حتى الناس كلها اللي بيتفرجوا عليا احنا بنبقى زي مش عايز ابقى it's like كده يعني. it's a warm situation اللي هم. هو بحكي اللي بيحصل في حياتي بس مسؤوليه. مسؤولية طبعا، صح. لان ممكن كلمة غلط اقولها ممكن تعمل افكت وحش جدا مثلا. ممكن حاجة يبقى ليها دبل مينينج مثلا، حد يفهمها بطريقة طبعا. غلط. عشان كده بحاول على قد ما اقدر قبل ما انزل اي فيديو اميك شور ان لا ده كونتنت ممكن حد يستفاد منه يتعلم حلو. منه. طيب البريشر بقى اللي بيعملوا عليك السوشيال ميديا، هل انت واحد بتتابع ردود الافعال، بتتابع رأي الناس فيك، ولا مش فارق لك؟ في الاول كنت بقعد ابص واتضايق وما اعرفش ايه. دلوقتي صراحه لا خالص يعني. يعني انا كنت لسه عامل فيديو مثلا من شهر بالظبط عن ازاي نعامل الستات في الشارع مثلا، لان كانت حاجه كانت بجد. انا باخد الفيديوز بتاعتي عامه كلها بتبقى حاجه لقطتها من حد. اللي هو مثلا انا كنت مع صحابي في الجامعه، وواحده كانت بتحكي ان كان في واحد ماشي وراها وضايقها، فاللي هو بجد ده اليوم اللي حصل. روحت عملت فيديو عن الموضوع ده. طب انا ازاي ابقى ممكن الراجل ما كانش قصده مثلا، فعملت فيديو ان مثلا لو في بنت في الشارع نعمل ايه. طب نعدي الناحيه التانية ولا نمشي وراها؟ طب الولاد المفروض تطلع الاول على السلم ولا البنات؟ طب انت انا شفتك في كذا فيديو، حد بيهاجمك في فيديوهين تحديدا، هم دول صح اللي لفتوا نظري. حد بيهاجمك بطريقه ممكن تكون جارحه شويه، وانت بترد بمنتهى الموضوعيه ومرتب افكارك وفي ثبات انفعالي. هنا انت برضو بترسل رساله مثلا معينه للناس، انه مش كل حاجه بتضايق يعني ممكن تاثر عليا سلبا. يعني ايه اللي خلاك ترد اصلا؟ دي حاجه يعني آه، يعني ممكن تطنشها، يعني ما حدش هياخد باله، واحد قال ان تعليق في النص. هقول لك في حاجات كتيره جدا ساعات برد عليهم وبرايفتلي، وبقعد احكي لهم اللي هو لا اللي انت بتعمله ده غلط عشان كذا. بجد ساعات بخش في انفستمنت اللي هو بقعد ارد على الناس بطريقه بقى، وابعت لهم فويس نوتس لا انت اللي بتعمله ده تنصحهم يعني. بنصحهم بجد، ومش ببقى اوت اوف حب للشخص حتى لو انا ما اعرفوش نهائي. بس في حاجات ساعات بحس ان لا انا محتاج اعلم الشخص ده وبلس غيره مثلا. يعني كان في ناس بتتكلم في حاجات مجتمعيه قوي. يعني مثلا مره كان حد بيتكلم ان شفتك كنت بتشتري لبس من مكان في وسط البلد في القاهرة مثلا وما اعرفش ايه، ده انت عامل فيها ابن ناس وبتسافر وعايش في دبي وما اعرفش ايه اللي منزلك تشتري من هناك. امم فاللي هو عملت فيديو فهمت الناس ان قد ايه، لان بحس ان في بير بريشر مثلا لا لازم البس من المحل ده ولازم اعمل كذا. امم لا ساعتها حسيت ان برضو بترسل رسالة، بالظبط بتبقى كده. عايز من ورا الفيديو ترسل رسالة ما، يعني انت مؤثر. ممكن. ما دي حقيقة. طيب انت بقى بالراحة كده شايف انه الفيديوهات اللي ريليتد للاكل اللي انت بتعملها، سواء بقى الشوكليت كيكس، المولتن كيكس، كيكة ال3 دقايق، البيتزا اللي مش عارفة ايه، انك جربت الاكل في الحتة الفلانية، ايه هدفك من الفيديوهات دي؟ تسمع عن تعبير اسمه فود بورن؟ اسمع اكيد. اشرح لي بقى. انا دلوقتي واحده قاعده على السوشيال ميديا، فتحت زياد ده من الناس المؤثر جدا في حياتي، ايوه خصوصا تاني هقولها لك في السن الصغنون، وانت ما شاء الله بقول لك شاطر قوي في ايه، انك تاثر فيا تخليني اكمل الفيديو. وبعدين بتعمل الحاجه ببساطه، سهله بتعملها بشكل ايوه سهل وبسيط. إيه عايز ايه من الفيديو؟ فيديو زي ده عايز من مولتن كيك مثلا اللي انا شفته على الانستجرام عندك، ايوه. ايه وجهه نظرك فيه؟ مش عارف انا بعمله في حاجه اتعلمتها ايه وعايز انزلها او انشرها او اتعلمتها كوصفه؟ أي بالظبط كده. انت بتحب الطبخ كده؟ احنا عيله بجد بنعمل كل حاجه في البيت. يعني حتى الجبنه الموتزاريلا بنقعد نعجنها في البيت بجد. يعني طول من واحنا صغيرين انا وجدتي ومامتي وكلنا بنقعد نعمل كل حاجه. فعندنا الحته دي قوي. مم. فدايما مثلا الحاجات دي كلها بنبقى احنا اكشلي بنعملها في البيت كلنا.
فانا بصورها في بارت اوف ذا بروسس. عشان كده ساعات الناس مثلا بتقعد تقول لي انت لابس دهب، لا ده مش انا، تلاقي ايد جدتي مره، ايد مامتي، ايوه ايد بنت خالي آه. بتعجن، انا بحط الميه. فاحنا ببقى بعمل حاجه في البيت وبحس ان ماي اكونت شويه اتس اول اباوت اكسبيرينس شيرنج. او مثلا حكمه جدتي مم. كانت ست حكيمه قوي، فكانت دايما تقول لي ادفايسز، فاللي هو الحاجات دي كلها ايه اي حاجه بحكيها بتسعدك انت شخصيا بتحب تشاركها مع انشرها. مع المتابعين، صح بالظبط كده؟ الاكل بقى والوصفات، وانك انت تطبخ او تدوق الاكل تلاقيه طعمه حلو، دي حاجه بتسعدك، فانت جدا. بتحاول تشاركها مع الناس، صح انه انا عملت الوصفه دي وبسطتني، فاعرفوا بتتعمل ازاي. بالظبط. بتعمل حاجات حلوه جدا صحيه، زي مره شفتك عامل زي سورت اوف زبادي بالفراوله، او ميكس اوف سموذي كده بالفراوله صح وباللبن، وبتعمل الحاجات اللي بتسعدك، اللي هي بتعلي ايوه. الدوبامين وبتخليك كده مبسوط. حتى الناس بيهزروا معايا دايما، اللي هو مره كنت منزل فعلا مولتن كيك، تاني يوم عملت شيا سيدز وعليها سكيم ميلك، واللي هو انت اتلخبطنا انت ليه؟ بتبسطرنا ولا ايه؟ اه اللي هو حاجه يعني كده بس بحس ان زي ما قلت لك ان حاجه اتس اول اباوت ماي لايف. اللي هو النهارده فعلا اكلت شيا سيدز فنزلت شيا سيدز، هم. النهارده اكلت مولتن كيك هنزل مولتن كيك. احنا عايزين نقول ومش بس ان هبقى زياد عنده قابليه للتخن. زياد طالما الغده الدرقيه عنده ممكن يكون فيها خمول، هو بياخد هرمون احلالي دلوقتي حاليا صح بتاخد هرمون احلالي، فهو من الناس اللي عنده قابليه للتخن. يعني ممكن ان هو مع اللخبطه في الاكل يتخن شويه، صح بس هو بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك، واحد ماشي باعتدال. لما بيعوز ياكل المولتن كيك او الدونتس او الكيك الشوكليت بياكلها، ولما يعوز ياكل الاكل الصحي اللي هو شاف وصفته وعايز يجربه بياكله، وفي الاخر هو محافظ على وزنه. صح صح كده؟ بالموديريشن، مش يعني بانك انت معتدل، مش بانك مثلا مانع نشويات او مانع حلويات او كذا. هو ده الطريقه اللي انت ناجح فيها في الحفاظ على وزنك. عشان انا سمعت من ايوه. اذر تيك توكرز بقى وناس بتوع الانستجرام ان انت من الناس المحافظ، يعني مش عكك، او مش حد يعني ما بياخدش باله من الوزن والصحه وكده. لا انا شخص لا ملتزم قوي ايوه بالحاجات دي. يعني قالولي. الناس كلها بتفتكر مثلا ان انا عشان عامل مولتن كيك قد كده فانا هاكلها، لا انا امال بتعمل ايه بقى؟ باخد جزء منها قد كده في طبق. اه خلاص انا اللي هو بجد ساعات ببقى ام كريفنج ايس كريم مثلا، الناس تبقى فاكره انا عايز اكل نص كيلو ايس كريم، لا هم. انا بجد عايز 3 معالق ايس كريم هم. بجد. اللي هو يعني خلاص انت بتعمل نفسي. حاجه اسمها بورشن كنترول، تقنين بالظبط كميه، ايوه. بتاكل كل يعني حاجه. بعملها مش كنتش عاملها بشكل علمي، بس اللي هو دي ده انت حاجه. كلك علمي في ايوه اللي علمي. هو خلاص انا هاكل، انا نفسي في شوكليت، خلاص انا هاكل شوكليت بس هاكل حته صغيره. وبلس كمان كان في حاجه كده بعملها زمان، ان مثلا ليتس سي انا بحب مثلا اللوتس سبريد قوي، مم. فانا لو اخدت معلقه لوتس سبريد مثلا مش هتشبعني، او حاسس ان انا عايزه اكتر. فدايما بحس ان انا اي اد مش اي سبتراكت، بمعنى ازود. يعني هحط اللوتس على زبادي ومعاه مثلا موز، ايوه، فهبقى الحلو مع الوحش، المضر مع الصحي. فعملت ادنج مش سبتراكتنج. يعني ما مم. شلتش من الدايت بتاعي او زودت، فاهمه قصدي؟ مش عارف فهمك، عشان تشبع، ايوه بالظبط عشان ما كده. تبقاش حاسس انك كلتها ولسه عايز منها ان انا تاني، عايز فانت اكل اكتر. شبعت نفسك بالاصناف الاخرى. صح برضو دي من عندك كده؟ يعني الميل ميكس ده من عندك؟ ادنج سبتراكتنج دي الصراحه قريت عنها، بس انا كنت بعملها اوت اوف كده. يعني اللي هو نفسي في ايام لما كان عندي الغده فيها مشاكل كتير قوي، كنت بعمل كده. اللي هو خلاص I'm craving something sweet، خلاص هاكل زبادي عليها مثلا معلقه نيوتيلا او معلقه لكن ما اي تحرمش حاجه. نفسك. لا، عشان انا عارف لو انا حرمت نفسي، لان في الاول كنت زمان بحرم نفسي، اقوم بقى طالب بقى فرايد تشيكن واكل معاها كذا وكذا وكذا، زي كونسبت اللي هو التشيت ميل دي. انا بجد ما مقتنعش بيها. ايه ده الفري، الاكله الوجبه انا ما الفري؟ مقتنعش بيها خالص، لان ازاي؟ بشوف ناس بجد في التشيت ميل دي بتاكل يعني بقرة كاملة مثلا. اللي هو طب انت كده بوظت كل اللي انت عملته لا، الدكتور بتاع فترة الدايت اللي أخيرة. قال لهم كده ممكن ياكلوا تشيت ميل، او ياكلوا في يوم فري داي خالص، يعني يمشوا فيري ستريكت، او أيوة. يعني موتين نفسهم وحارمين وبتاع طول الاسبوع، ويوم الجمعه بياكلوا كل حاجه ممكن تتاكل بكميات مفتوحه. الدكتور بتاع الدايت قال لهم كده، هم يعني مش من دماغهم، مش دي مقتنع حاجة ليه؟ أنا يعني الجسم مش بيعرف إن ده تشيت داي، يعني بجد يعني حاجة فاني قوي. بس جسمك مش بيبقى عارف إن الجمعة ده ما بيحسبش الكالوريز، هو هيحسبها برضه. بس ما انا طول الاسبوع بقلل الكالوريز، ايه المشكله؟ ما اعرفش، مش عارف ده ميديكالي قوي صح ولا لا اثرها لا النفسي بس عليك ايه بقى لما تبقى حارم نفسك حارم نفسك حارم نفسك، ويوم الجمعه تفتحها؟ هحس ان يوم السبت عايز افتحها كمان. ولو ما فتحتهاش بتحس انك زعلان بالظبط. مخنوق، قبل ما تخش في المود تاني بتبقى فبقى مشكله. الموتيف بتاعي هيبقى يوم الجمعة، فبعد كده لو انا بوظت يوم السبت ها؟ فخلاص بقى طب ما انا الموتيف عندي كل يوم،
بس عكس مثلا لو انا عندي موتيف لونج تيرم قوي ان انا تبقى I'm eating healthier وحياتي احسن وما اعرفش ايه. يعني مثلا بجد في حاجات بسيطه قوي بتفرق، اللي هو الحبوب والحاجات دي كلها بجد بتفرق قوي. لو مثلا بقيت بجد مش كلام فيديوز وكده، بس الميه والحاجات دي بتفرق جدا في الحاجات دي. لان والله يا ابني هيفتكروني متفقه معاك. والله ابدا، والله ابدا. والله ما في، انا اول مره ما نتقابل. اتكلمتش معاك قبل كده. بس حتى لو سالتي ياسمين لسه مصوره معاها هتقول لك نفس الكلام ده اللي انا بعمله لما مثلا بنخرج او بنعمل اي حاجه. بحاول على قد ما اقدر اكونترول وات ام دوينج. يعني انت يا زياد قريت، حاولت تستكشف كده ايه اللي ممكن تعمله عشان تساعد نفسك ان انت تخس وتحافظ على وزنك، وطبقته فنجح فكملت؟ يعني الموضوع بدأ بالنولج او بانك ابتديت تقرا وتستكشف. knowledge is important طبعا. صح كده؟ العلم اهم حاجه يعني مم. بجد. كل حاجه ليها ساينس بيزد، يعني داتا بالهبل، يعني لازم نقرا في كل حاجه. طب ما انت برضو في المعلومات اللي تخص الدايت الكلام متضارب ومتناقض، كل واحد يقول لك حاجه. ازاي بقى قدرت توصل ان دي الحاجه اللي لايقه عليك، او ده اللي انت هتنجح بيه؟ انا بالنسبه لي ان انا اشوف كلام كتير قوي واجرب واشوف اللي نافع معايا. ده مبدئي في الحياه. لكن ما امشيش ورا حد اللي هو خلاص ده بقى الشخص الفظيع وهمشي وراه، حتى لو شايف ان انا جسمي مش سامع للكلام ده همشي وراه. وبجد حاجه بقتنع بيها جدا، الشخص اللي بيقول في اي فيديو مش شرط دايت او اي حاجه دي الطريقه الوحيده، انا الشخص ده الله بكنسله. يفتح عليك يا حبيبي. يعني حتى لو وصفه ما اعرفش ايه، لان بجد مثلا والله بجد في شيف مشهور قوي يعني بجد انا مزعلني جدا. كنت انا عامل وصفه ودخل كتب لها طب مش طريقه الصح وما اعرفش ايه، واللي انت بتعمله ده اسمه عك، واللي هو كتب كده بجد. وده انت ايه شخص، ده انت شخص مهم ده بقى انت كده. شخص بتطلع على انت التلفزيون شخص ومهم. مهم عشان كده ضايقته. فانا اللي هو في ايه يعني، وفيديو بتاعي فعلا كان ساعتها جايب فيوز كتير قوي، فهو ما اعرفش يعني. بس انا مثلا طب ما الوصفه دي جدتي بتعملها بقالها مئات السنين وناجحه يا عم، والكيكه بتتكيك وبناكلها وهشه وطريه وجميله. فمش مقتنع بالطريقه اللي هو بتاع، لا دي مش الطريقه الصح. يعني انت عايز تقول انه no one size fits all. يس صح كده؟ بالظبط. ما هو ده اللي بنقوله، يعني مش شرط الحاجة اللي نفعت غيرك هتنفعك في المطلق. في كل حاجه، صح كده؟ شغل، حياه، اكل، دايت، طيب لبس. انا استضافتك النهارده يا زياد لان انت رول موديل لناس كتير جدا بتتابعك، خصوصا في الاعمار ان انا نفسي اثر فيها، اللي انا نفسي اغير بيها مستقبل الدايت. أيوة. ووجهات النظر الناس عن اللي عارف بنقول كده التابوز، الحاجات اللي هي معروفه عن الدايت، والواحد طلع الحمد لله على السوشيال ميديا بيحاول ان هو يكسرها صح. بناء على مرجعيه ايه؟ العلم. أيوة. او الخبره مع الحالات. اللي كان بيطلع يتكلم عن الدايت بيبقى مش متخصص، يا واحد بيقول تجربته، يا واحد بيقرا زي ما انا قلت لك صح. ابحاث لانه عنده قدره على ذلك وبيصدرها دون وعي وعلم انه الموضوع هرم ما بين ان انا عندي التخصص أيوة. وما بين ان انا بشوف حالات وما بين ان انا لازم اراعي جدا 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 البيشنت نيدز اند اكسبكتيشنز او توقعات. صح. وما لا يليق على المريض لازم يليق على المتابع او المريض ليه. صح. في اساسيات، ودي اللي بنطلع ننشرها على السوشيال ميديا، اللي هي اللي انت قلتها. ربنا يكرمك كده ويفتحها في وشك يا ابني والله، بما ان عندك امتحان بكره وجيت على عينك، بس يعني ان شاء الله ربنا هيجبر ان بخاطرك شاء الله. بكره انه انا هشوف اللي لايق عليا وهعمله. أيوة. الاساسيات، الهايدريشن، ان انا لازم اشرب ميه كويس، ان انا ما استعجلش النتائج، ان انا صح. اشوف ايه الحاجه اللي انا نفسي فيها واكلها بموديريشن او باعتدال، ان انا احاول ان انا اعيش واتعايش مع النظام اللي لايق عليا من غير ما استعجل صح. النتائج. ده الاساس. بعد كده ندور بقى على النوع الدايت اللي لايق عليا، اللي بالظبط. هيستمر، الحاجه اللي ممكن تليق عليا. انا استضفتك رقم 1 عشان كده، واستضفتك علشان كونسبت او مبدا الفود بورن، لانك بتغري الناس بالوصفات بتاعتك بشكل رهيب على ان هم يجربوا الوصفات. وانا مش طالعه اقول ان دي حاجه غلط، بالعكس انا طالعه اقول ان انت شخصيا اللي عندك مشكله ممكن تكون بتقرق ناس كتير عندهم مشكله في غده درقيه او بيزيدوا، اللي هم بيسميهم ايزي جينرز، اللي هم بيزيدوا صح. في الوزن بسرعه. ما شاء الله عليك، مش حارم نفسك من حاجه. صح. قادر ان انت توازن ما بين احتياجك انك تدوق الحاجه الفلانيه وفي نفس الوقت ما تتخنش او ما تزيدش ووزني في الوزن. بيفلكشويت على فكره، يعني وزني مش او ثابت. عادي. او اوقات كتير قوي بزيد وبقل يعني انا اخر شهر مثلا وزنت نفسي، انا مش بوزن كل يوم، انا بوزن كل مثلا 6 شهور كده، لما بلاقي ميزان صدفه في البيت بوزن، عشان ما الوزن زي ما قلت لك مش كل يوم هقيس الصبح اخس من بالليل والكلام ده. فمن شهر بالظبط قيس لقيت نفسي زايد مثلا 4 كيلو. فانا اللي كنت هو حاسس بيهم؟ كنت حاسس ان انا بعك،
انا عارف ومتاكد، لان انا كنت مسافر وكنت باكل بره كتير قوي وكان عندي شغل، فاللي هو عارفه السناكس اللي هي في النص اللي مش صحيه دي ايوه طبعا. وبنعك. انا كنت عارف ان انا هطلع على الميزان، بحس اللي هو انا هبقى وزني زايد. لكن حاسس بيهم؟ يعني ال4 كيلو فرقوا في سايز، في مقاس، فرقوا في صحة، فرقوا في شكل؟ الصراحه لا. ايه اللي طلعك بقى؟ لا هو ده. اوت اوف فضول يعني، بس انا كنت حاسس ان انا بعك، طب فقلت عملت ايه بعد ما وزنت؟ خلاص، قلت ولا حاجه، نزلت على الميزان وقلت لا هلتزم شويه وما اعرفش علاقتك ايه. بالميزان كويسة بحس عادي. ولا بيوترك؟ زمان كان بيزعلني جدا، اللي هو بجد كنت بقف فوق الميزان واللي هو جاي اللي هو اوت اوف، كمان ممكن ات بوينت جالي ايتنج ديس اوردرز، اللي هو انا مش هاكل بقى اضطرابات شهية؟ جدا. إيه عرفت منين انها اضطرابات شهية؟ ده انت هتدخلنا في قصة تانية. لان ما كنتش باكل. جالي اوقات اللي هو لما اكتشفت ان انا عندي ثايرويد، اللي هو لما قلت لك جربت كل حاجه، لا انا هحرم نفسي من الاكل، انا مش هاكل خالص، انا هاكل زبادي واروح الجيم واتمرن كتير قوي واكل زبادي وفراخ مشويه وبس مثلا. بس جالي الفيس دي في كنت حياتي. زعلان؟ كنت زعلان على وزني جدا يعني. كنت كل ما كنت بطلع على الميزان، كل اللي انا بحكيه ده اوت اوف بيرسونال اكسبيرينس. لما كنت بقول لك بطلع على الميزان الصبح وبالليل، بجد كنت ساعتها بطلع الصبح وبالليل. فادك انك تطلع صبح وبالليل؟ لا خالص، وترني اصلا. وكنت بحس ان الصبح مثلا اوقات بيبقى اخس، بعدين بالليل طبعا اتخن نص، ميزان كداب. بعدين ارجع تاني اخس، اشرب ميه شويه فالاقي نفسي زدت الميه اللي شربتهم. بس فبعدين باي تايم اللي هو حسيت ان لا خلاص، اللي هو بقى مبدئي في الحياه، اللي هو زي ما قلت لك ان long term progress، ما ينفعش حاجه تبقى قصيره. فده اللي فرق معايا قوي بقى، بقيت بس. طيب يعني انت نجحت وانت مش محروم انك تخس، صح. نجحت وانت مش محروم انك انت تخس بالصبر، بانك استمريت وصبرت مظبوط. وعملت اللي لايق عليك، ودي حاجه رائعه. بما ان بقى حضرتك دايتر، طلعت دايتر زميل، يعني حد من الناس اللي انا دايما بخاطبهم، وات ريسك بالنسبه لك ان انت شايف ان انا ممكن اتخن في اي وقت، هسالك كذا سؤال. يعني ايه بادي ماس اندكس؟ ده انت بقى مطلع وشاطر وهتقول لي. الاندكس اللي هو بيبين الديتيلز بتاعت جسمي، مش اللي هو انا وزني مثلا 80 كيلو بس، لا انا مثلا ماي فات كذا. انت قصدك دهون وعضلات دهون وميه، وعضلات، كومبارتمنتس او تكوين وتحليل مكونات الجسم. والفات مثلا برسنتج ده اسمه بايو الكتريكال امبيدنس. ايوه اللي انت قلته ده بايو الكتريكال امبيدنس، وهو ده الاصح في الاستخدام، مش البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس دي كتله الجسم اللي بتستخدمها جهات كتير واورجانيزيشنز كتير، منها منظمه الصحه العالميه لتصنيف الناس لوزن طبيعي ونحافه ووزن فوق الطبيعي وسمنه. صح. وهي بتبقى عباره عن وزنك على مربع طولك بالمتر. ده بالنسبه للبادي ماس اندكس. يعني ايه بيزل ميتابوليك ريت او معدل الحرق الاساسي؟ كلمه ميتابوليزم او حرق يعني ايه؟ هو كل شخص ليه الميتابوليك ريت بتاعه، في ناس عندها ازيد وفي ناس عندها اقل. مثلا ليتس سي انا عندي الثايرويد مش شغاله، فمثلا ساعتها الميتابوليزم ريت بتاعي او معدل الحرق بتاعي يبقى قليل. فساعتها انا مش هحرق زي حد مثلا معدل حرقه عالي، اللي هو تحرق مثلا ايه بقى يا زياد؟ احرق امتحان شفوي. ايوه انا حسيت داخل بكره الحاجات امتحان، دي مش ما تتوترش. ايوه انت بتقول مش هحرق، تحرق ايه؟ هحرق الدهون الزياده اللي على ايه ده؟ هو جسمي. احنا طول ما احنا قاعدين بنحرق في دهون؟ يعني انا دلوقتي قاعده مكاني اهو بحرق، اكيد بحرق دمي، بحرق في دهون، بحرق في شعر، بحرق في ايه؟ في دهون اكيد. لا ازاي؟ ده لو انا طول ما انا قاعده بحرق في لو دهون. انا جسمي فيه جلوكوز خلاص هيستعمله، بس أيوة. انا لو جسمي ما فيهوش جلوكوز انف، او السكر مش عارف بتقل، مش عايز اشرح طب بالعربي. انت صح. هيخش ياخد من الستورج يعني كأن مثلا أنا عندي محل ببيع فيه بسكوت، فالبسكوت عندي بسكوت كتير قوي في المحل خلاص، بس البسكوت خلص، ساعتها اخش من المخزن اخد من البسكوت اللي في المخزن. تمام. يعني انت بتحتاج تحرق الطاقه، الكالوريز صح. اللي انت بتاخدها في الاكل وتتحول في الدم عندك لسكر في الدم كمصدر للطاقة عشان تتنفس وتتحرك وتذاكر وتتكلم معايا دلوقتي وتقوم تعمل رياضة وكذا. صح كده؟ يبقى احنا بنحرق كالوريز أو سعرات حرارية. عشان كده لو انت نشيط، شخص نشيط، انت بتحرق سعرات. يعني لو بتتحرك الديلي اكتيفيتي أو النشاط اليومي العادي، انت بتتحرك وبتروح وبتيجي للكلية ومش عارفة ايه، ما بتخسش عشان انت بتحرق في السعرات. بدخل صح؟ الله ينور عليك. بتحرق في السعرات الحراريه اللي انت بتاخدها، بتحرق في السكر الدم اللي بيرتفع، وبتستخدمه كمصدر للطاقه عشان تعيش وتتحرك وتتعايش. لكن عشان نوصل لمرحله حرق الدهون اللي انت بتقول عليها دي، زي ما انت قلت كده، لازم اكون خلصت على سكر الدم وخلصت كمان على المخزون اللي ممكن يبقى موجود في العضل او الكبد. وده بيحصل في اوقات معينه، منها ايه؟ صيام. عشان كده الصيام المتقطع طالع بومينج. أيوة. الحاجه التانية الرياضه،
لما بعمل رياضه في وقت معين بخلص فيه السكر، من بعدها الجسم بيلجأ للمخزون. عشان كده علامه اللجوء للدهون ساعه الرياضه بتبقى النفس او التنفس بشكل عميق، صح. بيبقى فيه ارهاق اكتر. يبقى دي بالنسبه لايه؟ للميتابوليزم. لو قلنا بقى بيزل ميتابوليك ريت او حرق اساسي، فهو عباره عن السعرات اللي انا محتاجها عشان اعيش فقط. بعد 8 ساعات نوم صح. نمت بفتح عيني عشان اعيش بس من غير ما اتحرك، هو ده الحرق الاساسي. انت بقى قلت حاجه حلوه جدا، او حاجه يعني مهمه هنقول عليها مهمه جدا، ان انت عشان مريض غده درقيه فعندك الحرق بعافيه. دي حقيقه. صح. لانه مريض الغده الدرقيه بالنسبه لي هي المايسترو المتحكم في كل اللي هنقول البيولوجيكال فانكشن في الجسم، او كل العمليات الحيويه اللي هي منها الميتابوليزم او القدره على الحرق. صح. فمريض الغده الدرقيه بيبقى معرض ان هو يبقى حرقه ابطا شويه، الى ان ياخد الهرمون الاحلالي اللي انت بتاخده وياخده بمعدل لايق عليه، لان احنا في الاول عبال ما بنظبط الجرعه صح. الدكتور بياخد معاك وقت. فبعد ما تاخد الهرمون الاحلالي، عشان كده ربنا كرمك وخسيت خلاص، انت بيتحول حرقك لحرق طبيعي. بيبقى عندك بعض بقى الحاجات الصغيره جدا اللي انت محتاج تاخد بالك منها، بما انك يعني انا ما كنتش اعرف والله القصه دي وانت بتقولها لي دلوقتي. أيوة. ان انت بتبقى عرضه للووتر ريتنشن، ان جسمك يملى ميه شويه. صح كده؟ يعني ممكن في اوقات تلاقي نفسك منفخ ومش عارف النفخه جايه منين. صح. مع مرور الوقت والعمر بتبقى معرض لمقاومه الانسولين والسكري النوع التاني اكتر من غيرك. فلازم تاخد بالك قوي من اللايف ستايل بتاعك. صح. ما اقصدش نوع الاكل بس، اقصد أيوة. الحركه وتنظيم الاكل وكذا. فهي الموضوع متداخل. لما نقول حرق هنقول الانسان الطبيعي اللي ما عندوش مشاكل هرمونيه الحرق بتاعه شغال وعادي جدا. صح. ولازم يعتاد على عادات كويسه عشان ايه؟ يحافظ على وزنه زي اللي انت بتعمله بالظبط. لما نقول حاجه ممكن تاثر على الحرق زي مشكله الغده الدرقيه، واللي هي حلها ان انا امشي مع الدكتور كل 6 شهور بتابع بعمل لايف ستايل. خلاص. طيب النسبه المناسبه للدهون بالنسبه للرجال قد ايه؟ لا دي معلومه مش عارفها. لا دي مهمه جدا عشان صحته تبقى كويسه ويبقى التوزيع كده تمام، وممكن كده يبقى عنده امل يعمل 6 باكس في يوم من الايام وحركات. لا 6 باكس لازم تبقى قليله شويه. كام يعني؟ انا مش بتكلم بتكلم يعني كده يعني احساسي، بس مثلا 8 9%. صح. هما بيوصلوا ل 9% و10% اللي هو بنسميه التنشيف. ايوه بالظبط، عشان خاطر يبين العضل والحاجات دي. صح. لكن انت لو انسان طبيعي مش عايز تبين 6 باكس ولا حاجه وصحتك كويسه، المفروض ما يزيدش نسبه الدهون في جسم الراجل عن 20%. اوكي. لو انت 100 كيلو يبقى ماكسيمم 20 كيلو من دهونك يبقى ايه، من 20 كيلو من وزنك يبقى دهون. طب هنقول الدهون توزيعتها بتفرق. يعني ايه توزيعتها؟ يعني التوزيع بتاعت الدهون في جسمك، لو الدهون متركزه في اماكن معينه هل ده بيفرق؟ يعني لو الدهون انترا على الاورلز، على الاورجنز نفسها، على الاعضاء، دي حاجه مش حلوه خالص. اللي هي بنسميها ايه؟ دهون حشويه. ايوه صح كده؟ انا بستغلك عشان متابعينك يسمعوا الكلام ده، اللي هي الدهون الحشويه. طيب عجبني قوي 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 واثلجت قلبي لما اتفرجت على الريل بتاع البرفيوم اللي انت عامله براند لنفسك. يعني بروجكت اللي انا كنت مستنيه تقول لي انت ايه اللي بسطك وكنت بتعمل ايه. أيوة. بالنسبه لان سنك صغير وانت برودكتيف قوي كده، دي انا وانا بتفرج عليك اللي هو الله، لو ابني، هو ابني من متابعينك على فكره، اللي هو يشوفك بقى ويشوف ان ممكن نحقق في السن الصغير. ليه بقى؟ ودي حاجه رساله انا ببعتها لابني وكل اللي في سنه. هو دايما يقول لي يا مامي هو انا اذاكر ليه؟ يعني انا دلوقتي كل الناس المشاهير الاغنياء دول ناس مش متعلمين او ما نجحوش في الدراسه. انا عشان دايما يقولي عشان ابقى مليونير باي 17 ولا 18. أيوة. انا مش محتاج اذاكر. وانت بتذاكر ليه صحيح؟ وانت بتعمل بروجكتس وانت كونتنت كرييتور، دخلت كليه طب اسنان ومكمل فيها ليه؟ ده دلوقتي اللي خارجين طب اسنان اللي انا اعرفه يعني ان في منهم كتير سابوا المهنه وبيشتغلوا كونتنت كرييتورز يعني. صح. اشرح لي بقى كده. انا بقتنع تماما ان النولج المكتسبه اللي حوالينا او اللي انا بتعلمها دي بجد مفيده جدا لحياتي، لان حاجه مثلا let's say الطب اللي انا بدرسه ده مثلا ممكن يعلمني حاجات كتيره جدا ليها علاقه حتى بره المجال بتاع الاسنان مثلا. يعني معظم الحاجات اللي اتعلمتها مثلا عن صحتي والحاجات دي كلها بتيجي من بيز من الكليه مثلا شويه، اللي هو باخد فكره وبكمل عليها. let's say مثلا انا بدرس بيزنس مثلا، في ناس كتير قوي مقتنعه مثلا اللي هو لا انت بيزنس دي مش لازم تذاكر وما اعرفش ايه. لا طب ما بيزنس مهم قوي، لان انت بتتعلم حاجات بجد يعني انا مثلا لما started البروجكت بتاعي، البراند بتاعي، قلت لا ده انا مش محتاج محاسب، ده انا مسميه ايه؟ الايه؟ البرفيوم.
warm winter nights مم. عشان بيفكرنا بجو الشتاء والدفء والحاجات دي. مم. فانا قلت لا، ده انا محاسب، ده انا هحاسب كل حاجه بنفسي وانا هعمل البالانس شيت وما اعرفش ايه. اكتشفت ان لا مثلا، لان مم. بجد كل حد عنده خبره في حاجه. حاجه مهمه جدا ان كل حد يبقى عنده اكسبرتيز في حاجه معينه او خبره في حاجه معينه. وبجد مثل كليشيه قوي بس العلم نور بجد. لما تبقى عارف بيز بتاع كل حاجه ليه واشمعنى وازاي وده بيجي منين، بتفرق تماما عن حد يجي يقول لي اعمل كذا. مم. لكن لما افهم ليه انا بعمل كذا، ده بيأثر ليه. دي بجد حاجه مهمه يعني قوي. انت ممكن في يوم من الايام بعد ما تتخرج خلاص، انت في سنه 5 بتقول، فخلاص بعد ما تتخرج تتخلى عن التخصص؟ في احتمال. انا بحبه الصراحه فمش عارف، بس يعني مم. بس let's say مثلا يعني لو أسوأ الظروف قررت مثلا اتخلى عنه، مش هبقى مش شخص من الناس الندمانه انها اتعلمته مثلا، لان انا اتعلمت حاجات كتيره جدا فادتني في حياتي. مم. مثلا نوليدج حلوه جدا. ف مش من الناس اللي بتندم انها اتعلمت حاجه، لا خالص. اللي مم. هو طيب ولو فجأة السوشيال ميديا قفلت في العالم، هيفضل لك ايه؟ اللي انا اتعلمته ده. هيفضل لك تخصصك يا فندم، صح، صح ايوه كده؟ فعلا. هسألك بقى كذا سؤال هننهي بيهم البودكاست. اوكي. أول سؤال، بعد الأكل بتحس بأي شعور مختلف؟ بتحس بحاجة أيا كان نوع الأكل بقى، لو في عك، لو في شوكليت، لو شويه الاكل التقيل بيتقدني بعده قوي، والاكل اللايت بيخليني لايت بعده يعني. لا بس أنت كده بتقول كلام حلو. لا أنا بس أقصد بجد بتحس بالذنب، بتحس بتفكر كتير، بتحس إن أنت خربتها، الحاجات اللي بتعملوها دي. الصراحة لا، لأن لما ببقى مثلا نفسي في فرايد تشيكن ببقى نفسي فيها، فبجد ببقى فرحان وأنا باكلها. استمتع بقى، أي بتحسش بأي شيم ولا جلت ولا حاجة بعدها؟ لا. عادي. لكن لو قعدت آكل كل يوم فرايد تشيكن أحس إن أنا متضايق. طبعا أنا كده مش كويس ومش مش ملتزم في اللايف ستايل عشان بتاعي. صحتك ولا وزنك؟ صحتي يعني، مم. عشان لونج تيرم مش حاجة كويسة يعني. والزيوت الكتير هتلاقي حبوب بقى طلعت لي ومعرفش ايه. طب ليه الهاسل دي من الأول؟ طيب لما بتاكل كتير زي ما انت قلت كده، مثلا يوم فتحتها في الاكل بكميات كبيره، بتعمل اي حاجه عشان تتخلص من الاكل ده، تحرقه؟ لا الصراحة لا. امم مفيش. طيب شايف نفسك رفيع، مليان، جسمك كويس، جسمك مش حلو؟ مودريت يعني، لا عادي يعني. بجد ببص لنفسي لا عادي. قابل شكل جسمك؟ بجد الحمد طيب ما شاء لله. الله. هل الدايت والتفكير في الأكل، بما إننا على طول بشوفك عامل لي فيديوهات أكل، هو اللي مسيطر على تفكيرك وحياتك، وشايف إن هو ممكن يكون بيجيب لك مشاهدات وإنجيجمنت وكده؟ لا اطلاقا مم. بجد. انا ضد فكره ان في كونتنت معين هو اللي بيجيب مشاهدات وما اعرفش ايه. اللي هو عارفه تلاقي ناس على السوشيال ميديا لازم ترقص عشان تجيب فيوز طب ما الحمد مم. لله انا عمري ما عملت الكلام اللي بيقولوا عليه ده، وعندي فولوورز وناس بتتفرج عليا مم. في ناس بتحبني الحمد لله. ف مفيش حاجه اللي هو لازم اعمل حاجه عشان ناس تتفرج عليا او كده. لازم تعمل حاجه انت مقتنع بيها وخلاص. تمام. وزنك بيأثر على ثقتك في نفسك؟ كان زمان الصراحه مش هنكر يعني. عاجبني التفكير اللي انت فكرته ده. كان زمان، دلوقتي لأ؟ لا دلوقتي صراحة بقى عندي inner peace و inner love شوية يعني. بقيت أكلم نفسي بطريقة ألطف قوي يعني. لما بحس إن أنا متضايق اللي هو طب أنت ليه متضايق معرفش إيه، بحب قوي. أنا I love spending time مع نفسي جدا. أنا بسافر مع نفسي طول الوقت. أنا سافرت آخر سنتين مثلا ممكن بتاع 13 بلد لوحدي تماما. اللي هو بروح أقعد كده بقى اللي هو يلا نشوف أنا هعمل إيه النهاردة يا زياد. ببقى مبسوط جدا لأن بكتشف نفسي قوي. اللي هو يعني مش محور حياتك الابيرنس او الشكل الخارجي؟ خالص. لا 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 لا. مم. ده انا ساعات ماما حتى بتقول لي انت لان اللي ساعات انت لابسه ده. ايوه ببقى نازل مثلا مش تحت مثلا البيت، في ناس ساعات بتصور معايا ما اعرفش ايه، ببقى نازل اصلا ببقى لابس بيجامه فوق اخضر على تحت يا اورنج. دي الفضيحه. اللي هو ببقى طب ما انا بذاكر اعمل ايه، ما انا هنزل باي حاجه انا لابسها. طيب بتاكل في السر؟ يعني ايه باكل في السر؟ كويس، ردك على السؤال يعني ايه باكل في السر ده كويس، يعني ما بتاكلش في السر، بتستخبى من عيون الناس، مش عايزهم يشوفوك وانت بتاكل كميات نوعيات معينه؟ لا عادي، مستغرب السؤال؟ لا بس ليه اكل في السر؟ ما اكل يعني، هو في حد بيمسك عليا الاكل؟ في ناس بياكلوا في السر، جاوبوا السؤال ده ان هم بياكلوا في السر. لا طيب انت قلت في وسط الكلام انه انت شايف ان جالك قبل كده اضطراب شهيه، صح. صح كده؟ بس طبعا مش متشخص، دي وجهه نظرك ايوه يعني. دي وجهه، انا بتكلم اه على حاجات شخصيه مش. وما لجأتش لاي متخصص ساعتها، انت صلحت القصه بتظبيط حياتك يعني، صح كده؟ صح تايم.
طيب هل بأي شكل من الأشكال ممكن تصحى من النوم بدون وعي تاكل؟ بدون وعي. لا بس ساعات بصحى في نص الليل ببقى اللي هو انا عايز اكل. طب بتبقى مثلا نايم من غير عشاء، سكرك ويتي مثلا، فانت واعي انت بتعمل ايه، ولا بتبقى متعشي عادي وبتصحى في نص الليل تاكل؟ مش عارف، لا مش نص الليل اكل دي، مش لا في مش عز النوم انا كنت نايم وصحيت من النوم كلت. لا بس ساعات بصحى نص يوم مثلا خلاص اللي هو عايز اتشيل شويه اتفرج على التلفزيون فممكن اكل، بس ان انا اصحى هدف الاكل دي امم لا عمرها ما حصلت معايا يعني. طيب بسم الله ما شاء الله، انا احب اهنيك واقول لك ان انا عملت لك استشاره اونلاين وان انت ما عندكش اي نوع من انواع، الله اكبر عليك، يعني اضطرابات الشهيه ولا الطعام. انت شخص ما شاء الله متصالح مع نفسك جدا. وزي ما قلت لك انا بالنسبه لي كان هدفي ان انا اوري الولاد والشباب الصغيرين فئه معينه كده، انا بعمل لهم تارجتنج، انه انت ازاي ممكن تنجح وانت صغنون كده وانت في السن ده، سواء في الحياه العامه، سواء عن طريق انتاجيتك اللي انت بتحاول ان انت تطورها وتنميها وتوصل وتحقق، سواء بالتخطيط، انت خططت وما شاء الله التخطيط بيوصلك فده بيكبر طموحك وبتبقى عايز توصل لحاجة اكبر، سواء بقى بانك تفهم قدراتك وتحاول تشجع نفسك وتعيش مع نفسك وتعيش مع افكارك وتطورها، وانت وصلت بدون ما تقصد للحلول البسيطة اللي احنا بنحاول نعلمها للناس اللي بتحاول تخس، وهي المايندفول ايتنج، ان انا بشغل عقلي قبل ما اكل صح. وبقارن وبشوف هاكل كمية قد ايه ونوعية قد ايه، والتصالح جدا مع فكرة ان انا ممكن اكل الحاجة اللي تبسطني وفي المقابل اظبط باقي اليوم او تاني يوم بشكل معتدل. وحته زي ما قلت لك السيلف افيكاسي، ان انا حاسس ان انا اقدر اعمل ده مع الصبر والاستمراريه. صح. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزه اوجهها لكل الناس اللي بتتابعك، انه حتى لو انا لا قدر الله جالي اي نوع من انواع الامراض او الحاجات اللي ممكن تكون، يعني واحد في سنك ممكن يجيله بانيك او يحصل له فزع انه زي يجي لي غده رقيه، طب بعد كده هيجي لي ايه، خصوصا صح. انت في الفيلد الطبي، يعني ممكن تقرا بقى وتستكشف هو انا ممكن يحصل لي ايه. لا ما شاء الله عليك، ابتلاء من ربنا، ابتديت تتعايش معاه، استكشفت ايه اللي ممكن تعمله، ملتزم بعلاجك، وبالمناسبه المفروض تاخده قبل الاكل بساعتين 3 مش بنص ساعه زي ما بيتقال، صح. على قد ما تقدر تعمل السيباريشن، وملتزم بانك تظبط اللايف ستايل، واللي هي من اهم الحاجات اللي تعملها هي الحركه ثم الحركه ثم الحركه. لما تلاقي نفسك تخنان 3 4 كيلو اتحرك. صح. من خلال البودكاست الناس اللي هتشوفك متابعينك انت عرفوا شويه معلومات عن الدايت وعن الاكل وعرفوا ازاي انت نجحت، فانا سعيده جدا بالرساله اللي انا وانت بعتناها للمتابعين بتوعك انت. ايوه انا كمان صراحه سعيد، وانا عايز ازود حاجه بس بسيطه جدا قد كده لاي حد بجد بيتفرج على الفيديو ده صغير في السن اللي هو بتاع التين ايج وكده. الفتره دي بجد كان عندي هوس ان انا لازم يبقى عندي 6 باكس ولازم جسمي يبقى كذا. بجد عايز اروح الجيم. دي اسوأ حاجه في الحياه. حب نفسك زي ما انت، وصدقني مع الوقت هتكتشف ان بجد مش كليشيه، بس الحاجات اللي جوه والحاجات اللي انت بتعملها وانك تبقى شخص محترم وطيب وجميل مع الناس هي اللي هتفرق في شخصيتك، والناس هتحبك عشان كده. محدش هيحبك عشان السكس باكس والهبل ده خالص. بس طيب اخر حاجه بقى اسالني سؤال. اوكي ممكن والنبي ما تسالني السؤال اللي كل البودكاست بيسالوه لي، اسالني سؤال كده مش عارف انا هفكر. هنشوف طب هو ولا لا مش عارف. فكر طيب. اوكي هسألك سؤال ما اعرفش حد سأله قبل كده ولا لا، بس كونك هل لو ابنك بيعمل حاجة غلط او بيعمل قرار غلط would you leave him تسيبيه ان هو اغلط وشوف انت هتعمل ايه وانا بعد كده بتعالى لي، ولا اللي هو لا مش هعمل اللي انت بتقوله ده غلط ومش هتعمله وانا فوقيك بقى اهو؟ لا ايه ده سؤال صعب، خصوصا ان هو قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. بص هو انا مبدئي كأم ان انا ما بعملش نوع من انواع التسلط على ولادي، انا بحاول، هو ممكن ما يكونش واصلهم ده على فكره، أيوة. يعني هم ممكن علشان الواحد بيحاول ان هو برضو يعمل ديسيبلين او يحاول ان هو اكيد طبعا. في بعض الحاجات يوجه فيها صح. علشان يبقوا افضل او احسن. فمع الحاجات دي هم شايفين انه لا انا عايز الحريه الكامله او انا عايز ان انا اعمل كل حاجه بمزاجي. انا بحاول ان انا على قد ما اقدر اوصل لهم فكره انه حتى لو غلطت تعالى قول لي ونتفاهم ونتناقش. صح. هم يشهدوا ان انا لما بيحصل، لما بيبقى مثلا في اختيار قرار هم عايزين يقرروه وانا رايي انه لا، واتناقش معاهم ويا ابني غلط ويا حبيبي ما ينفعش وانا شايفه انه ده صح،
بعدين انا بصراحه بيجي لي حته كده في قلبي، غصه في قلبي، ان انا ما بحبش اضغط. ايوه يعني بقول له طيب جرب واعمل اللي انت عايزه، وبديله مساحه وبديله وقت. برضو عشان زي ما انت بتقول مش كليشيه بقى ان انا بدعي المثاليه، ولكن يمكن انا من كتر ما بشوف ولاد صغيرين مضغوطين وممكن ده ياثر على نفسيتهم بعدين، بحاول على قد ما اقدر اسيبه هو يواجه. برغم ان انا من بعيد كده بقعد ابص عليه واقول انا عارفه ان اللي هو بيعمله ده غلط، انا شايفه ان هو رايح في الحته الفلانيه، صح بس بديله فرصه والله واثنين وثلاثه، اقول له يا حبيبي. يعني مثلا فور اكزامبل، انا ابني سايب رياضته مثلا، الرياضه ايوه بتاعته مش عايز يكمل فيها، زهق فاد اب خلاص مش عايز. دي حاجه قهراني، بس ما اجبرتوش ان هو يكمل فيها. اكيد بس في المقابل انا عايزه بديل، صح انت ما ينفعش تلعبش رياضه، ايوه ايوه وده خنقه، فاهم قصدي؟ ايوه فانا ايوه سبته يعمل اللي هو عايزه. وتبقى زي جايد ليه، اللي هو اعمل كذا بس ليك الاختيار، بس وده جايد يعني بحاول ايوه بحاول. بس هتفضلوا حاجه بقى لطيفه مخنوقين لحد، انت قول لي عشان انت اكبر شويه، بيفضلوا مخنوقين لحد امتى يعني؟ لحد ما تفهم ان اللي مامتك كانت بتعمله ده كانت بتحاول تجايد يو، لان في السن ده كنت بقعد اقول لا انا لما اكبر أيوة. مش هبقى زي ماما، انا هبقى ما اعرفش ايه. بعدين اكتشفت ان ايه انا ده. عارف انا ايوه فاهم. اللي هي بجد كان عندها حق في حاجات كتير قوي، بس انا اللي كنت باخدها اوت في ان لا دي متسلطه عليا وما اعرفش اهو ايه. سمعك ربنا ايوه يهديه. هي الوقت هيعلمه. شكرا يا زياد، كتر الف شكرا خيرك، وميرسي ان انت جيت على نفسك وجيت على وقتك، وعندك امتحان بكره وجيت شكرا سجلت معايا. متشكره جدا جدا جدا، وان شاء الله الحلقه دي هتفرق في دماغ وعقل ناس كتير قوي ان شاء بيتابعوك. الله بجد. ميرسي ليك جدا. ثانك يو.